تخيل انك تبدا قناه يوتيوب من الصفر، تنزل 4 فيديوهات بس، وفجاه 1000 مشترك و1300 ساعه مشاهده في وقت قياسي. ده اللي حصل معايا بالظبط، والنهارده بقى انا هقول لك السر ورا النجاح ده خطوه بخطوه. فلو انت نفسك بقى ولو لمره تبدا تعمل مشاهده وتكبر قناتك بسرعه، فصدقني الفيديو ده هيغير طريقه تفكيرك في اليوتيوب 180 درجه. فخليك معايا للاخر، لاني هعمل معاك فيديو عملي من الالف للياء بنفس الاسرار اللي وصلتني من هنا لهنا. انا بقى من 3 شهور كنت منزل فيديو عن اني عملت قناه يوتيوب ملخص انمي لمده 7 ايام، ولكن في اخر الفيديو انا ما جبتش النتيجه، لان الفيديو الصراحه كان لسه نازل. وفي الاخر بقى في ناس علقت باني بضحك عليهم واني بكذب، ولكن انا الحمد لله كنت واثق ان انا هقدر اعمل مشاهدات في بدايه القناه. وقلت كمان اصلا كده في اخر الفيديو، وان الفيديو اللي عملته بنسبه كبيره هيوصل ان شاء الله لمشاهدات كويسه جدا قبل ما ينزل اصلا. وفعلا يعني الحمد لله عمل مشاهدات كويسه، وده الدليل بقى ان كلامي مش كده، وانا قررت ان انا استمر فيها عشان اثبت ان النجاح على اليوتيوب مش مجرد حظ، وان في حاجات لو انت عملتها تقدر توصل للمشاهدات اللي انت عاوزها في اي محتوى انت عاوز تعمله. انا في يوم معين قررت ان ابدا انزل اول فيديو في القناه، والصراحه انا كنت محتار انزل فيديو عن ايه بالظبط. فانا قررت ان انا انزل عن قصه عملت مشاهدات كويسه، ولقيت فعلا القصه دي اللي عملت مشاهدات كويسه فعلا في الوقت ده. فقررت ان اعمل فيديو مشابه ليه ولكن بطريقه، عرفت اسم القصه ودخلت على موقع للمنهوه واتفرجت على القصه كلها، وبعدها بدات الصراحه ان انا اعمل سكريبت. كتبت السكريبت باني كاني مثلا بشرح لواحد صاحبي يعني عن القصه، وبدات اعمل الصوت، وساعتها انا استعملت الصراحه صوت بالذكاء الاصطناعي من موقع 11 لابس. وطبعا انا عايزك تسال نفسك سؤال: ايه السبب الرئيسي اللي بيخلي الفيديو يعمل مشاهده؟ هل هي الكلمات المفتاحيه اللي بتحطها في اعدادات الفيديو والعنوان والوصف، ولا الصوره المصغره اللي يعتبر يعني اول حاجه بيشوفها المشاهد، ولا طبعا المونتاج اللي بيخلي المشاهد ان هو يتفرج على الفيديو كامل؟ بص، هو طبعا كل الحاجات دي اسباب رئيسيه ان الفيديو يعمل نتائج كويس، ولكن انت لازم تعرف الترتيب الصح للحاجات دي. في 4 حاجات مهمه جدا لازم تتعمل في الفيديو، وهي فكره الفيديو والكلمات المفتاحيه والصوره المصغره والمونتاج. لو واحده من دي فشلت فالفيديو بنسبه كبيره مش هيجيب مشاهده. اول حاجه انت لازم تعملها وهي انك تختار الفكره الصح، وده اللي بقى اللي هيترتب عليه باقي الحاجات. فانا بقى دلوقتي هطبق عملي وهنعمل فيديو جديد ننزله على القناه. اولا فكره الفيديو، اغلب الناس بتبدا بفكره فيديو مش حلوه او ضعيفه، وده السبب اللي بيخلي بقى ان فيديوهاتك ما تطلعش حتى لو انت عامل كل حاجه. وللاسف يعني اغلب القنوات الصغيره بتعمل فيديوهات مختلفه عن بعض زي القناه دي. يعني مثلا القناه دي عامله يعني فيديو لتحميل لعب، على فيديو ملخص كره قدم، على فيديو لعب معينه ماينكرافت. انت كده خليت اليوتيوب محتار ان هو يودي فيديوهاتك لاي فئه من الناس ولاي مجال. انت لازم تحدد مجال واحد بس وانت تكمل فيه. وانا محتوايا مثلا ملخص الانمي، واحنا كده احنا عملنا اول حاجه صح، ودي بقى الطريقه اللي انا بجيب فيها فكره الفيديو. اولا تعال نحلل المنافسين لنفس المحتوى. انا دخلت على قنوات مشابهه لمحتوايا وبدات اتفرج عليها واشوف نسبه المشاهده بالنسبه للوقت اللي نزل فيه الفيديو بتاعه. فانا مثلا لقيت الفيديو ده لسه نازل مليون تقريبا وجايب النسبه دي من المشاهدات، ودي حاجه كويسه جدا. فانا كده خلاص قررت ان الفكره الجايه هتكون عن قصه مشابهه للفيديو ده. فدخلت ساعتها بقى على اكتر من موقع عشان اجيب القصه دي او قصه مشابهه ليه، ولقيت المانجا دي او المنهوه دي، وعملت فولدر كده جديد وحطيت فيه ملف السكريبت وملف لتحميل الصور وملف للصوت. دخلت بعدها اتفرج على المانجا او القصه المصوره دي لحد ما فهمت وعرفت القصه كلها، وبدات ساعتها اقسم الشاشه نصين، جنب احط فيه الصور للمانجا وجنب للسكريبت، وقعدت اتفرج واشوف كل صوره واحاول الخصها في كلمتين بالظبط. وهنا بقى مشكله ناس كتير جدا، ان هم بيكتبوا سكريبت مش مميز او ضعيف. بص، ده شيء طبيعي كبدايه، ولكن حاول تطور من نفسك بانك اولا لازم تعمل حاجه اسمها هوك في اول الفيديو، وده اللي بيجذب المشاهد ان هو يفهم ويعرف الفيديو بيتكلم عن ايه كملخص بطريقه مميزه عشان هو يكمل الفيديو للاخر. وبعدها بقى ما تتكلمش كتير عن صوره معينه بالنسبه للمجال ده، فانت خلي كل كلمه لكل صوره مختصره للمفيد. وانا ساعتها طبقت كل الكلام ده، ولما خلصت اول فصل حملت كل صوره منهم وحطها في ملف الصور في فولدر اسمه الفصل الاول، وعملت نفس بقى نظام لكل الفصول. وبعدها صراحه بقى ايه دخلت على 11 لابس عشان اعمل الصوت. وخلي في علمك بقى من اهم الحاجات اللي الناس كتير جدا بتستعمل الصوت بالذكاء الاصطناعي غلط، ان هي ما تستعملش تشكيل. عايز اقول لك ان في اختصارات معينه في الكيبورد او كمان هتلاقيها في الموبايل انك انت بتشكل الكلام. حاول تشكل الكلام عشان الكلام اللي يطلع بالذكاء الاصطناعي يكون كانه شخص طبيعي مش مجرد انسان آلي يعني. وبعدها بقى جينا للمونتاج. المشكله بقى للاسف ان القنوات الصغيره بتضحي بالجوده قصاد الكميه. يعني انت اهميتك انك تنزل كتير ومش مهم بقى الفيديو يكون حلو، وده غلط جدا على فكره. لازم الفيديو يكون متعوب عليه عشان تقدر تخلي المشاهد يكمل الفيديو للاخر، وان الريتنشن يكون عالي. وخلي في علمك الريتنشن ده دي نسبه او الاحتفاظ بالجمهور لكل فيديو، فكل ما يكون الاحتفاظ بالجمهور عالي جدا ساعتها اليوتيوب غصب عنه هيخلي الفيديو يوصل لاقتراحات اكتر للناس. وخلي في علمك ده اللي بيخلي طبعا الفيديو يوصل لناس اكتر. بالنسبه للمحتوى الخاص بملخص الانمي هو بسيط يعني، فبالنسبه للمونتاج المحتوى الخاص بملخص الانمي فهو بسيط، هو عباره عن صوره وصوت ومؤثرات صوتيه، فحاول تعمل افضل ايديت للحاجات دي. وانا صراحه انا بعمل المونتاج للمحتوى ده بالطريقه دي. اولا انا فتحت كاب كات، ما انا عارف انه بقى مدفوع، لكن في اصدار قديم كده مجاني وهسيبه كده ايه يعني اسمه في الوصف، هسيب بس اسم في الوصف وتبقى تخش ايه تحمله بطريقتك يعني. دخلت على كاب كات وبعدها حطيت الفصل الاول بالصوت بتاعه، وبعد كده حطيت الصوت. بدات احذف كل الاجزاء الصامته في الصوت، لان ده اللي بيخلي المشاهد ما يزهقش. هتفضل ماشي انت كل شويه تقول لي واي او كده مش هينفع يعني. لازم يكون الصوت داخل في الصوت التاني عشان
العنوان اللي بيتفرج يندمج على طول، وبدات احط كل كلمه مع كل صوره، وفي نفس الوقت الصوره ما تكونش اكتر من 3 ثواني، وضفت مؤثرات بين كل صوره والصوره الثانيه. واخيرا خلصت الفصل الاول، وبعدها الصراحه عملت نفس النظام مع كل الفصول. نيجي بقى للكلمات المفتاحيه. طبعا دي مشكله كل القنوات اللي بتقع فيها، واللي بتخليهم يستغربوا هم ليه مش بيوصلوا للمشاهده اللي هم متوقعينها، لانهم ببساطه بيهملوا في الجزء ده بالذات يعني. وفي معظم القنوات الكبيره بيقعدوا حرفيا يوم كامل في الكلمات المفتاحيه، فانت مش عايز تقعد لي فيها 5 دقايق ولا 10 دقايق. صدقني كل كلمه بتكتبها بتاثر على الفيديو. وهنا في عندك 3 حاجات: العنوان والوصف والكلمات الخاصه في الفيديو. العنوان بيكون مشابه لفيديو لنفس المحتوى مع تعديل بسيط. تاني حاجه الوصف ده نفس الفكره، بانك تاخد الكلمات الموجوده في الوصف القنوات معروفه وتحطها عندك. ونفس الفكره بقى للكلمات الخاصه في الفيديو في العلامات. انت بتحمل برنامج اسمه فيديو، تتحمل برنامج فيديو ده خاص بالكلمات المفتاحيه، بتخش تربطه بالقناه وتبدا تستعمله، وتخش بقى على قنوات المنافسين وتاخد الكلمات المفتاحيه وتحطها عندك. ونيجي بقى لاخر حاجه، ودي من اهم الحاجات جدا يعني، لانك انت كده انت عملت كل حاجه. دلوقتي بقى لازم تخلي المشاهد يضغط على الفيديو بتاعه، وصورتك المصغره هي اللي تحدد ده، لان انت عندك الاف الفيديوهات بتكون موجوده في الصفحه الرئيسيه، فانت لازم تكون متميز عنه. فانا انصحك تستعمل برنامج فوتوشوب، او حاول تلاقي كده تطبيق للموبايل في نفس النظام. وانا بقى قررت اقول لك حاجه مهمه جدا بالنسبه للصوره المصغره، هي انت ما تحطش حاجات كتير في الصوره المصغره، خلي بس من 1 ل3 حاجات رئيسيه بس في الصوره عشان تكون بسيطه ومفهومه. يعني مثلا لو حاجه واحده فهي هتكون في نص الصوره، ولو حاجتين هتحطهم في الصوره المصغره فخلي الحاجه المهمه تكون اكبر من الثانيه. وانصحك حاول تتعلم الصوره المصغره عشان مفيش حاجه تيجي بالسهل. وانا باذن الله شغال على كورس هعمل فيه كل حاجه لعمل قناه يوتيوب ناجحه. طبعا لما تخلص كل الحاجات دي ابدا اعمل نشر، وبكده اكون عملت كل حاجه، والباقي طبعا توفيق من عند ربنا. صدقوني دي الاخطاء اللي كلكم بتعملوها، ولو انت قدرت تحل مشكله واحده من دي فدي بدايه كويسه جدا ليك. وده بقى اختبار ليك عشان تقيم نفسك وتعرف اخطائك في كل مره تعمل فيها فيديو. 1. هل الفكره طالعه ترند دلوقتي ولا لا؟ يعني نسبه مشاهدتها عاليه في اقل فتره ممكنه، وهل نسبه قدرتك على عمل فكره مشابهه ليها قد ايه؟ ولازم تكون مشاهدتها اعلى من مشتركين القناه. 2. الكلمات المفتاحيه، بتلاقي الكلمات المفتاحيه في وقت قد ايه؟ الحاجه اللي بعد كده بتستعمل برنامج ايه بالظبط، وبتعمل عنوان مشابه لفيديو مشهور ولا لا؟ وهل الوصف فيه كلمات مفتاحيه ولا لا؟ 3. طبعا والمونتاج، بتستعمل برنامج ايه؟ هل هو برنامج كاب كات ولا بريمير ولا فيلمورا ولا ايه بالظبط؟ بتعمل مونتاج في فتره قد ايه؟ عدد الساعات اللي بتعمل فيها مونتاج لكل فيديو، هل هي ساعه ولا ساعتين ولا اكتر من كده؟ هل انت بتطور من نفسك كل فيديو ولا لا؟ يعني كل فيديو بتعمل مونتاج حاجه زياده ولا لا؟ 4. الصوره المصغره، تستعمله من برنامج ايه؟ فوتوشوب ولا برنامج تاني غيره؟ وتعلمت الصوره المصغره دي في فتره قد ايه؟ وهل انت بتحسن من كل صوره ولا لا؟ انا بقى عاوزك تعمل الفيديو ده حفظ عشان يكون مرجع ليك كل مره تعمل فيها فيديو. وصدقني لو انت طبقت كل الكلام ده انت باذن الله 100% هتوصل للمشاهدات اللي انت عاوزها. فهل بقى انت فعلا ناوي تبدا ولا لا؟ ولا ده بس يعني مجرد بس حماس عندك كده وهترجع تاني لحياتك الطبيعيه ولا كأن اي حاجه حصلت؟ بص يا صاحبي، اختيارك هيحدد مصيرك. في الاول وفي الاخر دي حياتك انت، وانت حر تعمل اللي انت عاوزه. وكلمه السر في الفيديو ده هي SEO. شكرا على المشاهده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وسلام.